أنتِ شعرتِ بالإحساس ده إنِّك دايمًا متأخّرة؟ بتدخلي وبوم السعر اتحرّك بالفعل. أنا اسمي جابريلا، أنا بتريد من سنين. دلوقتي باستخدم الStochastic والMakeD مع بعض، هُم بيساعدوني أحصل على دخول قوي بدون خَمَان. هاشرح كل حاجة بكلام بسيط. حتى لو أنتِ بتبادئي دلوقتي هتفهمي وهتقدري تعملي نفس الحاجة. اتفرّجي صح، التوليفة دي دهب لمّا تعرفي تستخدميها. تمام، هنعمل شوية تريدات دلوقتي. زي العادة اختارت أزواج عمولات، وأنا باستخدم الميك دي وستوكاستيك إعدادات ستاندرد. في الحساب $25. الأول تريد بالقيمة الكاملة، الوقت دقيقة واحدة. تمام. هنحلل السعر على الشرط ده. بشكل عام الشرط بيصعد والحركة صعود، يعني بنستنتج تريد شراء. السعر بيصعد بنشوف حركة جانبية وصعود. السعر عنده قوة يكمل يصعد. أول level نرسمه ده هنا، التأكيد واضح في الcandles دي. السعر كسر level وبيكمل يصعد. بننتقل لtime frame S5 عشان نعمل تريد شراء. بننظر في إشارات الindicators. التريد شراء فبننتظر الكروس لما الخط الأزرق الاستوكاستيكي يقطع البرتقالي من تحت. كروس واضح زي دلوقتي. تعرفي حاجة؟ أنا بدأت بخوف فعلا، خوف أخسر وأغلط، بس من الغلط بنتعلم. حد ما بيبدأ وهو عارف كل حاجة. لما دخلت أول تريد إيدي كانت بتتوتر، بس قلت لنفسي يا أوقف يا أجرب، وجربت. دلوقتي عارفة إيه بعمله. بس لأني مرّيت بالفوضى. في قناتي الVIP بأريكا كل حاجة، استراتيجيات وأخطاء ونجاحات عشان حد ما بيتكلم عن الطريق الحقيقي. أنا باتكلم باغيّر لِف. لو بتحبي تتعلمي بدون قناع، اللينك في البروفايل، هاشوفك هناك. إحنا بنزوّد الرصيد ببطء. التريد اللي جاي بقيمة $48. مرّة كمان الحد الأقصى. هنطلع على زوج عملات تاني وهنحلل. شرط حلو، بنحسب حركات الترند. محليا الحركة صعود وصاعدة. بنستنتج التريد ده شراء. هنا في انعكاس سعر بيدي قوة للحركة. هنرسم ليفل حركة السعر. الليفل شوية مش منتظم، بس التأكيد واضح في الكندل. السعر كسر الليفل في قوة يساعد. في الجزء اللي بنشوفه من الشارت مفيش كاندل فوق كده، يعني بنستنتج تريد شراء وبننتقل لتايم فريم اس 5. بنظر بدقة في الشارتات. بننتظر نعمل التريد باستخدام الانديكاتور. أنا بنتظر التريد يقفل، وفكرت ليه ما شاركك حاجة مهمة. ناس كتير تحسب بدأت وكل حاجة مجهزة، بس لأ. عندي 20 جنيه وإرادة أغير حياتي. غلطت كتير وكسرت بنك وبكيت، بس ضغطت. ودلوقتي كل مرة أفتح تريد بتفكر الحاجة دي عن الإصرار. احنا بننتظر بقولك. ممكن تتعلمي في قناتي VIP بإيريك كل حاجة بغير لف، من الأساسيات للمتقدم مع أمثلة حقيقية. لو تعبانة من المحاولة وحدك تعالي معايا، اللينك في البروفايل. مفيش لازم تعرفي كل حاجة، بس ابدأي. تمام. بتحبي تريدات زي دي؟ أنا بأرسل إعدادات وإشارات ونصايح في تليجرام كل يوم. اللينك في description والكومنت المثبت. تعالي شوفي. ده تاني تريد ناجح. بنكمل. التريد اللي جاي بقيمة $92. ما تنسيش تروحي للام 30 عشان تراجعي الشارت. ايه اللي بنشوفه هنا؟ بشكل عام الحركة صعود. محليا كمان الكندل الأحمر ده ما يدل على انجلاب لتحت، يعني التريد شراء. بنشوف توحيد والطاقة بتتجمع.
في قوتي يصعد. اللي في القرايب من السعر الحالي بنشوف تأكيد في الكندلز، والسعر كسر اللي في معناه قوة يصعد. تريد شراء بننتقل ل S5. في إشارة بنعمل التريد بينما الكندل بيتحرك. بدي أشاركك حاجة، لما بدأت كنت فاكرة ده فلوس سهلة. شفت فيديوهات بنتايج جنونية وفكرت يلا بس انسخ. الحقيقة اتولعت، دخلت بغير ما أفهم بس حسيت هيطلع. خسرت قوي بس ده استيقظني. خلتني أدرس واختبر وأكتب غلطاتي. دلوقتي بينما بننتظر الدخول يقفل أنا أرجد عشان في خطة ومعايير، والطريق ده بقريهولك في الباي اي بي بغير وعود كديمة. أنا بعلمك اللي بعمله فعلا حتى لما أغلط. لو بتحبي تفهمي ليه اللينك في البروفايل. اضغطي وتعالي معايا. لو طلعت من الصفر انت كمان تقدري. ده تريد متوتر على فكرة. ما تنسيش دفتر التريدر بتكتبي التريدات الموفقة والخسرة. ده مهم عشان تستخلصي النتائج وتعرفي ازاي تستخدميه بعدين. ودلوقتي بننتقل لزوج عملات تايم فريم M30 وبنحلل. بننظر للحركة الكبيرة جانبية وصعود ونزول. محليا الحركة نزول. هنرسم الليفل هنا. بنشوف تأكيد الليفل في الكندل وبنشوفه هنا كمان. كندا كسر الليفل وفيها ريتست قريب. كل ده بيدي قوة للسعر ينزل وبيثبت النزول بيكمل. وفيها انعكاس بارابولي صغير. ده بيقول البارابولا لازم تكمل تنزل وبعدين ارتداد. يعني بننتقل ل S5 وبنعمل تريت باير. بننظر بانتباه للإشارة والكروس وبنعمل تراك. أنا بتابع الدخول ده براحة وفكرت ازاي كنت أول مرة ما كنت حتى أعرف ايه هو التريند. دلوقتي كل دخول بتاعي فيه سبب، بس ده لأني ضغطت حتى لما بدأ ما أكون كويسة. دلوقتي بينما أنتظر التريد يقفل في فخر عشان كل اللي أعرفه هتعلمته بالقصر. وفي قناة البي اي بي ده اللي بشاركه ما هو نظرية، هو عملي مع أخطاء ونجاحات حقيقية. بقارك التريدات بشرح أسبابي والأيام الصعبة عشان الكل بيمر بيها. لو بتحبي تتعلمي مع حد بتتكلمي زيه اضغطي اللينك في البروفايل. تعالي للبي اي بي تريد ممتاز جديد في التريد. في التليجرام بشرح كل خطوة واضح وبسيط. لا للمبتدئين اللينك في الديسكريبشن والكومنت المثبت. اتحركي دلوقتي احنا بنمشي كويس كل التريدات موفقة. ممكن نعمل اخر تريد. ما تنسيش تراقب الوقت. ودلوقتي بننتقل عشان نحلل شارت اخر زواق عملات. هنا فتحنا كنال بننظم الشارت للتحليل. بنشوف ام ثنائية محليا الشارت بينزل. بشكل عام في حركة جانبية وكان قال يعني تريد بيع. ببساطة بننتقل ل S5. في تريد بيع بنشوف الإشارة بينما الشارت بياخد نفسه. بدي أشاركك حاجة، انتي مفيش لزوم تبدأي كامل. أنا بدأت بغير ما أعرف. معرفت حتى ايه هو السبورت بس رحت وعملت حاجات غبية. دخلت من غير تفكير، نسخت الناس واتخسرت كتير. بس كل غلطة كنت اتعلم. دلوقتي انا هنا بنتظر التريو بيقفل واحساسي غير عشان فاهمة اللي بعمله في استراتيجية وتحكم. والحاجة دي بشاركها في البي اي بي. هناك مفيش معجزة ولا وعد زايفة، في عملية.
لو تعبانة تخسري بغير ما تعرفي، الوقت جاي تعمليه مختلف. في الBIB بقري كل حاجة، تحليل ودخول وقرارات، كل اللي ساعدني أطلع من الصفر. اللينك في البروفايل. تعالي تتعلمي تريدي نهائي ممتاز. كل التريدات حققت ربح دلوقتي جديد في التريد في التليجرام، بشرح كل خطوة واضح وبسيط للمبتدئين. اللينك